بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في دروس السيرة النبوية الشريفة نتكمل السلسلة يجي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبض اليوم مناسبة عظيمة بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك في المناسبة العظيمة بالنسبة للمسلمين كافة، خاطر الأمر يقدران أمشي قارن أول مرة يقدر لرسول ويضرر يعني يقفل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت المعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعجزة يقام كدنا فيما مضى يعني يكم الدين سننت، يعني ماشي مسلمين لا تخفى عليهم المعجزة يجي، وهي معجزة الإسراء والمعراج. أمهدنا كذلك نعوض بعض الأمور لابد كنا نستنتج بعض الحكم والفوائد المعجزة يجي، حتى ولو كان نعود إن شاء الله هذه لي فيها الفوائد وفيها العبرة، ما لا نعود إن شاء الله ربما ودنا فيما مضى إلا إن شاء الله أمورنا كقيادة عدها فلاسنا مشيقا كيثورا مرة الكرام، خاطر ربما ولاش يعني تصل الفوائد في اللسن. إذا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من الطائف وهو مهموم وهو يعني يحزن طاس، خاطر لم يستقبلوه أم كيفغا وخشي منار الإسلام بل أو ثنتيد يغالد مهموم وحزين الرسول صلى الله عليه وسلم. وزد على ذلك قبل الطائف يمكننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمصيبة وفاة الزوجة المعين، ووفاة بعد كذلك أبو طالب المعين الخارجي
حتى سمي العام نعم الحزن. إذا العلماء قارن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة يقول سار في بدايتها ماشي وكان الديواري يا رسول الله وسلم قدرات الله إلى غير ذلك تسد خاصة تخفيفا كيدنا العلماء بعد صبر مي صبر طاس الرسول صلى الله عليه وسلم يدوس المعجزة يقين الإسراء والمعراج هو كنا تخفف في الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة كيدنا بعد مرور 12 سنة من البعثة مع الدار 12 سكواسن في النبوة في الصبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر طاس اما امزون فار ربي عز وجل ضاقت الارض به خطر واض مكة ضيقا في الناس اننا يروح الطائف ضيقا في الناس ربي عز وجل اسسوا الساعة القاعة وكذيني فاش تجدوا ساعة الحادثة يجي مقارنة حادثة الإسراء والمعراج كأنما أسسوا ساعة ربي عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ما تم ضيق الناس خذ من ذي القاعة والرسول يصفر ويند الدعاء أني العظيم الناس المهم في ظرف اللي ذي الطائف يبي نزد ربي عز وجل هذه الحادثة يجيب لي الفارة في الناس ما دام ثاني كرميث ثاني في كيزد المعجزة يجي من الإسراء والمعراج. إذا ثقي يعني من حيث الحكمة والفائدة من المعجزة يجي. والعلماء قالوا كذلك أمكن أن كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتفق عليه العلماء أن الإسراء والمعراج الإسراء سي بيت الله الحرام سي الكعبة المشرفة بيت المقدس نغى المسجد الأقصى وإذ الإسراء والمعراج أدياليك جني سي المسجد الأقصى أري جنوان والمعراج. أما الإسراء إذن الرحلة الأولى الرحلة الثانية فينا وقارن المعراج. والعلماء كذلك قارن بلي النبي صلى الله عليه وسلم أسري وأعرج بالجسد والروح سلجثينس وروحينس ماشي الروح روح كان لا وقال ديننا كي يعني غلظان خاطر كان الا كنا كيدنا لنا سيليا المعجزه يجي مقرث مليح زعما كاين يون شغل ذي الوحي شغل ذي المنام شغل ذي الرؤيا ويتيلي انا ام كيقارن كي ثورا لي كونسيكونس من بعد اطاس يعني كذبنت مثلا قريش ان الناس كيضروا نشتاقي ان الناس وقي غير ممكن ان الناس وصفنا مثلا المسجد الاقصى كي جا داخل سفلا الا نكره حتى يسلمنا كي جديد انني قرت الدن خاطر يعني الحاجة يفغن المألوف يفغن العادة. إذا باش هذه يفغن هذه المعجزة حقيقة إلى قد لي بالجسد والروح. وتصل العلماء كذلك ولاد الفلاسفة الغربيين يقحوا سند بينن بلي النبي صلى الله عليه وسلم وسريا بروح صروح كان صروح إيوا كنا سنين النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسية المعجزة لنا كيفغي القانون خاطر ثقيل المعجزه تفغس القانون مما الا يعني تكسر الجسد هذه هو الامر شغل ذو رؤيه ذي المنام يوالين ذو الروح زمره تولي حاجه فاعذني اللي غادي تسوى هذه المعجزه حقيقه. اذا ثقي ذي المساله كذلك فاش لابد ان نؤكد عليها. ويمكن يوسد الحادثه باذن الله في صحيح مسلم وحتى في صحيح البخاري وربي عز وجل كذلك ذكر المعجزة يجي في سورة الإسراء وذكر كذلك أن الله عز وجل أسري وأعرج به في سورة كذلك النجم. ومن بين الآيات الآية الواضحة التي نزلت بعد الإسراء والمعراج نزلت ربي عز وجل أبر المعجزة يجي وهي في سورة الإسراء وسميت سورة الإسراء وهو قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذا العلماء قال الآية الله عز وجل ذكر البيت الله الحرام ذكرت يعني البيت الكعبة المشرفة وذكرت كذلك المسجد الأقصى أي البعيد اخترني ليه فعذ في المسجد الحرام اسمه المسجد الأقصى. وذكرت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بعبده العلماء قال كذلك تكريم أخذ باش توضض العبد أن ربي عز وجل إلا تستجيب